سوهاج النهارده بدعوه من سياده المحافظ علشان نتعرف على عمليات برنامج الاغذيه العالمي في محافظه سوهاج. انا النهارده انا والاستاذ محمود ياسين اثنين سفراء مبسوطين جدا باللي احنا بنشوفه. سبق وزرت محافظه الفيوم وشفت نفس المدارس، نفس النوع من المدارس. مبسوطه ان اكثرهم بنات زي ما انتم شايفين. تعليم البنات انا متحمسه له جدا، اولا لاني بنت، ثانيا لاني مؤمنه فعلا بان العنصر الفعال في المجتمع والموتور هو المرأة والمرأة المتعلمة. احنا كبرنامج الأغذية العالمي دورنا ان احنا اولا نوفر لهم طبعا بشراكة مع الحكومة المصرية ومع وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الأسرة والسكان، بنقدم لهم ظروف صحية عشان يتعلموا فيها، وكمان بنقدم لهم معونة غذائية 10 كيلو رز لكل عائلة، لأن العائلات ما بتبعتش ولادهم للمدارس إلا لما بياخدوا هذا المورد، لأنه ده مورد مهم لكل عائلة. وكمان بسكوت، وجبة من البسكوت كل يوم مغذى بالفوليك أسيد وبالحديد وبالفيتامينات بياكلوها. هو أحمد بياكلها، هو مبسوط. أحلى حاجة الواحد ممكن يشوفها هو طفل بيبتسم وهو في المدرسة. لا شك إنه منظمة الغذاء العالمي بتساهم معانا مساهمة فعلية في رعاية هذه المدارس المجتمعية. انتوا عارفين ان التعليم المجتمعي في سوهاج عدده، احنا نشاطنا في هذا المجال من التعليم اللي هو مدارس الفرصة الثانية. الناس اللي فاتهم التعليم، مش عايزين نقول المتسربين، الناس اللي فاتها التعليم احنا فتحنا لها هذه المدارس عشان تلحق براكب التعليم. منظمة الغذاء العالمي هنا بتدي دعم حضراتكم، لان انتوا عارفين ان هذه الفئات فئات تعتبر مهمشة في المجتمع، لابد أن تلقى دعم. بيعتبر الولد أو البنت مصدر دخل ليه حضرتك في أي عمل، إنه بيعمل في أي شغل بره. سوهاج هذه المحافظة الكبيرة العريقة شرفت اليوم بزيارتها. الزيارة قصيرة نعم، ليست من مقام وعلى قدر هذه المحافظة العريقة، لكن ده أنا لازم أحمد ربنا ألف حمد وشكر إن وأنا في مثل هذا العمر أخيرا أتيحت لي فرصة إني أجي هنا، ولازم أعاقب نفسي على السنوات اللي ضيعتها دون أن أذهب إلى صعيد مصر الغالي على قدر ما جئت ها هنا إلى سوهاج العظيمة.